السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سنتحدث لكم بهذا الفيديو الجديد عن ملخص مباراة منتخبنا الوطني العراقي من أمام نظيره منتخب فلسطين في بطولة تصفية كأس آسيا للشباب عام 2024. والآن فضلا وليس أمرا، لا تنسون الإعجاب من الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. والآن يا بنا نذهب لكي نكمل لكم تفاصيل هذا الملخص وتصريح اللاعب أيمن حسين. أولا سنبدأ بالملخص الذي هو: انتهت المباراة لصالح المنتخب العراقي بهدف من اللاعب أيمن حسين في نهاية الشوط الأول. والآن بنا نذهب لتصريح اللاعب أيمن حسين، وهو يقول: الحمد لله الذي عدت وسجلت الهدف الأول، وكان الفوز لصالح المنتخب العراقي، والحمد لله الذي جعل المدرب كاساسي يطلبني ويسجلني في المباراة كلاعب أساسي لها. وإلى هنا سوف نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسونا الإعجاب من الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد من آخر أخبار منتخبنا الوطني العراقي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم على متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وأيضا لا تنسون الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا الفيديو.